دق خمر في قانا الجليل. كان في عرس زي ما انتم عارفين في منطقه في الجليل فوق اسمها قانا الجليل. تمام. قانا الجليل دي كانت منطقه فقيره قوي وبسيطه، كلها سكانها ناس بسطة ومساكين وفقراء وصيادين سمك. الحقيقه انا يعني وانا بحضر المعجزات وقفت قدام الحته دي وقلت طب ليه المسيح يعني ما بدأش معجزاته بما انه عايز يبدأ ويتعرف على الناس؟ ما كان بدأ في اورشليم تحت، المكان اللي فيه الهيكل وفيه اليهود وفيه الكتبه والفريسيين والكهنه ورؤساء الكهنه. متهيألي لو عمل معجزه كانت الناس هتتلم عليه اكتر من انه يروح يعملها في مكان بسيط فوق. او كان مثلا عمل معجزه قويه زي اقامه العازر، زي شفاء المولود اعمى، زي مثلا شفاء مريض بيت حسده، حاجه كده قويه اللي هي تزلزل المكان في كل الناس تقرب له. ايه معجزه انه يبدا رحلته بانه يوجد خمر في عرس بسيط لناس خلص منهم الخمر. تبدو المعجزه ان هي مش باهميه المعجزات التانية، صح؟ لكن الواحد لما غرس في المعجزه عرف ان كان دي لازم تبقى المحطه، البدايه اللي المسيح يبدا يشتغل فيها مع قلب كل واحد فينا. في قانا الجليل المكان البسيط، القلب الفقير، القلب اللي صحيح حجر بس عارف نفسه ما عندهوش حاجه، عارف نفسه ما عندهوش حاجه حلوه يقدمها للمسيح. من هنا نقطه البدايه. لكن ما كانش هينفع ان نقطه بدايه المسيح تبقى من اورشليم، المكان اللي فيه الكتبه والفريسيين واليهود والاغنياء، الناس اللي معتمده على ذاتها واللي حاسه ان عندها افضليه كتير عن غيرها. فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ يعني اول محطه علشان ربنا يغير قلبك من قلب لحم لقلب، من قلب حجر لقلب لحم، ان انت تبقى اصلا من سكان قانا الجليل. تفرق قوي. الاثنين هيتغيروا، سواء اللي في قانا الجليل هيتغير او اللي قاعد راكن في اورشليم هيتغير. الكل ربنا عطيه الوعد بالتغيير، بس يفرق قوي في تغييرك، في سرعته وفي جودته وفي ان انت تنجز في رحله تغييرك، ان انت تبقى نقطه بدايتك منين. يا ريت كل واحد فينا يراجع نفسه، هو من سكان ايه؟ من سكان القلب بتاع قانا الجليل، القلب الفقير البسيط اللي عارف ان هو ما عندوش حاجه حلوه يقدمها للمسيح، اللي عارف ومعترف ان قلبه حجر؟ ولا انت من النوع اللي بتكابر، من النوع اللي طول نهارك في الكنيسه وبتخدم وبتروح وبتيجي زي الكهنه والكتبه والفريسيين، اللي بيحس نفسه افضل من غيره وليه نعمه اكتر من غيره وربنا مميزه عن غيره؟ فالقلب ده صعب في التغيير اكتر. وصل لكم الفكره اللي انا عايزه اقولها؟ من وسط العرس كان في مريم ام يسوع هناك، وكان طبيعي ان الست العذراء تكون موجوده هناك. وانتوا لو تاخدوا بالكم في احداث القصه ان الست العذراء لما كانت موجوده ما كانتش بس واحده من المدعوين. يعني اكيد انتوا عارفين القصه ان كانت الست العذراء الوحيده اللي حركت الاحداث في عرس قانا الجليل، هي الوحيده اللي عرفت ان الخمره خلصت، وهي الوحيده اللي كان ليها دلاله على سيد المسيح ان الخمره تتوجد. تمام. فهي صحيح من وسط سكان قانا الجليل، لكن كانت سابقه السكان دول بخطوه انها كان عندها درايه بكل شيء. وهو ده حالنا، ان الست العذراء صحيح من جنسنا البشري بتوع قانا الجليل، لكن في نفس الوقت كانت سابقنا بخطوه ان هي كانت عارفه ان مفيش خمر، مفيش فرح خلاص، وان احنا محتاجين احنا واولادها وهي فرح الخلاص. وكان ليها دلاله بشفاعتها انها تقف قدام السيد المسيح علشان يوجد لاولاده فرح الخلاص. عشان كده راحت وقفت قدام السيد المسيح وتشفعت لكل جنسها البشري، تقف قصاده وتقول ليس لهم خمر، تخبر السيد المسيح انه ليس لهم خمر. والجميل في الست العذراء انها برغم انها حركت الاحداث دي كلها، لكن حركتها من خلال 7 كلمات. 3 كلمات قالتها للسيد المسيح و4 كلمات قالتها للخدام. 3 كلمات اللي قالتهم للسيد المسيح ليس لهم خمر، حطت المشكله قصاده في صوره جمله خبريه بسيطه، لا هي جمله استفهاميه ولا جمله امره. يعني ما قالتلهوش الحق الخمره خلصت، قولي بقى هتعمل ايه، هتتصرف ازاي، هتجيب الخمره منين، ولا راحت قالت له روح اوجد الخمره، ما امرتوش، لكن حطت المشكله قصاده. وهي دي طريقه شفاعه الست العذراء معانا قصاد المسيح. وفي نفس الوقت راح بقى جت على الخدام اللي هو احنا ولاد ربنا، وقالت لهم ايه، وشوشت كده في ودانهم، قالت لهم جمله من 4 كلمات: مهما قال لكم فافعلوا. يعني انا خلاص خبرته، المشكله وصلت له، خلاص هو عارف ان كل قلب واحد فيكم بيعترف ان هو قلب حجر عايز يتغير. انتوا بقى مهما قال لكم افعلوا، دي وصيتي ليكم. هيقول لكم حاجات، هيطلب منكم حاجات، هتعوز ان انتوا تعملوا حاجات حتى لو هي مش منطقيه بالنسبه لكم، حتى لو هي صعبه بالنسبه لكم، اسمعوا كلامه وامشوا وراه. مهما قال لكم فافعلوا. وما زالت الى الان لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها هم دول ال7 كلمات اللي بتقولهم الست العذراء. 3 تشفع بيهم قصادنا دايما وقصاد المسيح، وتجيلنا احنا توشوش في ودن كل واحد فينا وتقول خليك طيع في ايد ربنا علشان يغير قلبك. تمام. تغيير الخمر ده حصل ازاي؟ يعني ازاي توجد الخمر في المعجزه؟
ملوا الاجران ميه. الاجران دي كانت ايه؟ 6 اجران. كانت ايه اهميتها؟ زمان في العهد القديم كان في شريعه تطهير اليهود، ان هم انتوا عارفين انه كانت شريعه التطهير مهمه قوي عند اليهود، ان هم كانوا دايما بيغسلوا ايديهم ورجليهم، وكانت دي علامه لان هم يعني مقدسين لربنا، يعني وكأنهم دي شريعه ربنا حطتها لهم، كأن كل واحد بيتذكر طبيعته الاولى اللي ربنا خلقها بيه، القلب اللحم الاولاني اللي ربنا خلقه بيه من خلال شريعه التطهير. لكن حتى لما جاء السيد المسيح كانت الاجران فاضيه ولا مليانه؟ ميه، كانت فاضيه. يعني حتى شريعه التطهير ما كانتش معموله، يعني حتى شريعه التطهير كانت خلصت. يعني وكأن القلب وصل لدرجه الحجر، اللي هو حتى العباده الظاهريه لربنا، حتى الممارسات الروتينيه بقت روتينيه بحته، لدرجه ان هي ممكن ما بقتش موجوده. القلب ده لا بقى يصلي ولا بقى يصوم ولا بقى يروح الكنيسه، قلب حجر خالص تجاه ربنا. فربنا عشان جه السيد المسيح، عشان جه علشان يكمل الناموس مش ينقض الناموس، فملى الاجران ميه، ومن الاجران اللي اتملت ميه حولها لخمره. فبدل ما هي ميه بيتغسل بيها الايدين والرجلين، بقت خمره يحصل فيها ايه؟ تتشرب، يعني تدخل جوه القلب. صح؟ احنا بقى منين بناخد الخمره اللي تدخل جوانا الطبيعه الجديده واللي تغسلنا وتخلينا مقدسين لربنا؟ بنلاقيها فين؟ في الجسد والدم. صح؟ يبقى اذا انا نقطه البدايه عندي لو انا عايز اتغير من قلب حجر لقلب لحم هي 3 حاجات. المعجزه دي بتقولي 3 حاجات. اول حاجه ان انا احاول اكون من سكان قنا الجليل، ربنا يشتغل معايا احسن. تاني حاجه اخد الست العذراء معايا عشان تقوم بدورها فوق وتحت ب7 كلمات. تالت حاجه ان انا ابدا نقطه بدايتي من عند دايما المذبح. عايز اخد بذره الطبيعه الجديده اللي تطهر قلبي وتحول قلبي من قلب حجر لقلب لحم، ابداها من عند المذبح. دي نقطه البدايه.